مشويه، رز وفراخ مشويه كمان. وفراخ مشويه. ده يعني هو نفسه هو ولا انت طبعا. بتحب ميه غازيه مع الاكل؟ لا خالص، تمام بقول لك يعني؟ هيلثي. صح تقول لي هقول لك بقى حاجه في الحته دي انا عارفها كويس. عرفتها من الاجانب يعني. الميه الفواره، جيبها من السوبر ماركت. الميه الفواره. جيبها من السوبر ماركت، هي ميه فواره عاديه جدا، وانت تقدر تحط لها اي فليفر طبيعي، لو نص ليمونه هتديك معدل الميه الغازيه بس هيلثي. طب ما هو الصودا دي حد ذاتها ما هي سعرات برضو. لا اسمها ميه فواره مش صودا. يعني الفواره دي ما هيش صودا. لا دي حاجه صحيه. هي بتديك اللي هو الايحاء بتاع الميه الغازيه. تصدق انا بحسب الفوار ده صودا طول عمري. لا مش صودا. فانا بقول لك بقى يعني الطبق ده هو طبعا طعمه دلوقتي يعني ألذ من اللي انا هقوله. ليه؟ لانه معمول يعني معمول برضو في سنه بحرفيه سمنه. يعني في سنه سمنه وكده، والرز برضو معمول كده. سوقني ليه انا هدوق. لكن انا بقى باكل الطبق ده ني في ني يعني. فعلا يعني السوتيه ده بيبقى مسلوق خالص. اللحمه دي بتبقى انا بحبها ميديم فيها شويه بينكي كده اللون. ورز بيبقى مسلوق بس يعني كله ميه سليق بس حتى من غير ملح. لكن هو ده بيكون طعمه احلى. طبعا. بس التاني هيلثي اكتر. انت كده في البيت بقى بتتعبهم جدا في موضوع الاكل ده صح؟ يعني الحقيقه احنا هنعمل ايه؟ هندوق المكرونه الاول ولا؟ لا دوت براحتك بقى عيش. طيب انا بس عشان برضو المكرونه دي ما تزعلش مننا، بقالها كتير قاعده معانا. ماشي. وعليها سلمون، لازم ندوق السلمون برضه عشان نشوفه فريش ولا ايه. اصلا انا خطفت حته سلمون. ويا جماعه احنا برضه بندوق ما بناكلش علشان نديكوا كده ايه خلفيه. يعني احنا ما بنقيمش الاكل بس بنديكوا خلفيه ان هو عامل ازاي، انواعه ايه. وفي الاخر لو تسمح لي نبقى برضه نديهم فكره عن الاسعار عامه. حلوه. انا بحب المكرونه اللي بتعض معاك شويه. دي كده ايطاليا. السيمون ده انا بعشقه. طبعا. ودايما بحب الساندوتش السيمون بالخس بالزيتون. هيلثي ومفيد وحلو جدا. قوي. وفعلا المكرونه هايله، المكرونه بجد هايله. حلو قوي بجد. طيب من رضوان الكاشف والاغنيه العظيمه وشريهان والحاجات التحفه دي، بجد يا جماعه المحطات هنا قويه وتقيله، والمخرجين يعني اللي اشتغلت معاهم بجد والله العظيم كل واحد هو جبل وتاريخ. وانا كان حظي كويس. يعني كان حظي كويس ان انا اشتغلت مع مخرجين كبار طول عمري. ده لسه ده احنا دول كده يعني. احنا قلنا كام حد بكام علامه وفي البدايات لسه مكملين بقى حته البدايات. بس هنرجع بقى نقف فين؟ هنقف مثلا عند العاصفه. يسرا، خالد يوسف، هاني سلامه. ابن يسرا. ده موضوع تاني بقى. يسرا بقى يعني بصراحه ما شاء الله. طبعا يعني. قول لي انت. اقول لك ايه ولا ايه يعني. سيبا هي بتحب الناس تقول لها سيبا. ده حقيقي. لا دول اساتذه كبار ما عملوش اسمهم. لازم تجرب حته ستيك. هو انا مع السيمون سيبني شويه كده وبعد كده اعمل لك. دكتور معلقه بجد. دكتور كده والله. رحت فاهم مع يسرا فخدتني يسرا مع الستيك عامله شغل جامد. يا نهار ابيض. كان نفسي اعمل كده قبل ما نجرب الاكل، ان انا اخدك تور خفيفه كده في المكان وفي المطبخ بالتحديد. ماشي. يعني من وجهه نظري هو انا ساعات بنشكر الشيف. طبعا. يا جماعه دي حاجه مهمه جدا. طبعا بروكلي. ومن الواضح كمان ان انت ما بتحبش الحاجات اللي هي اكسترا بتقع ومش عارف ايه صوصات والكلام ده بعيد. انت عن الحته بعيد جدا. ما كويس. طب ايه رايك بقى في كميه الحاجات اللي احنا جربناها؟ الاكل جامد قوي بصراحه. مفيش حاجه يعني نص